سلم 50 عنصرا من قوات النظام السوري أنفسهم للمقاتلين الأكراد في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا إثر تجدد المعارك العنيفة بين الطرفين لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس بريس. وأسفرت الاشتباكات المستمرة وهي الأعنف بين قوات النظام وقوات الأمن الكردية منذ الأربعاء عن مقتل 16 شخصا بينهم مدنيان بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد مراسل فرانس بريس أن قوات النظام السوري تستهدف بالقذائف والهاون أحياء سكنية وسوقا في المدينة تتواجد فيها مراكز لقوات الأمن الكردية. وتحاصر قوات الأمن الكردية المربع الأمني، وهو عبارة عن المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في القامشلي وفق المرصد. وتتقاسم قوات النظام والأكراد السيطرة على مدينة القامشلي التي نادرا ما شهدت حوادث مماثلة.